يعني ايه حدود وازاي اعرف اقول لا؟ وده الفيديو بتاعنا النهارده. اهلا بيكم، انا ندى عادل وده يوم جديد، وطول ما لسه فينا نفس في امل ووقت للتغيير. اول حاجه حدود بنسمع عنها بقالنا كتير قوي. اولا احنا مش بنحطها للناس، احنا بنحطها لينا. يعني علشان احافظ على الحدود بتاعتي محتاجه ان انا في وقت اقول لا وما احسش بالذنب او تأنيب الضمير وانا بختار نفسي على الاخر. دي مش انانيه، بالعكس دي قمة احترامي لنفسي، اني اقول ان الوقت ده بتاعي. ولو حد دخل كلمني او قال لي طب تعالي اقعدي معايا شوية، طب تعالي اعملي ايه، وانا ما عنديش طاقة، ما عنديش وقت، مخصصة الوقت ده لنفسي احتراما مني لنفسي، هعتذر بشكل لائق وبشكل محترم، مش اللي هو هنتخانق مع بعض، لا، قول معلش انا النهارده مش فاضية، ممكن نخليها يوم تاني بكل بساطة. لو اللي قدامي ما تقبلهاش فهي مشكلته مش مشكلتي. في بعض الناس طبعا زي اهالينا مثلا، اخواتنا، ما بيفهموش الحته دي قوي، بيبقوا حاسين ان هم واخديننا حكر، وان هو انا اختك الكبيره لازم لما اقولك تعالي يبقى تيجي، او انا امك فلازم تيجي لما اقولك تعالي. لا، الحدود احنا بنحطها للقريب قبل الغريب. ومش بس كده، حدودي كمان في الشغل. الناس تتكلم معايا ازاي، ما تتكلمش معايا ازاي، ايه الاسلوب اللي يتكلموا معايا بيه. كل دي حاجات بحتاج انا اقعد مع نفسي، اجيب ورقه وقلم واكتب هو انا حدودي فين السور اللي انا عايزه احطه، اللي مش عايزه حد يخترقه. طب لو حد اخترقه ساعتها انا بلوم الشخص اللي قدامي؟ ساعتها انا بوقفه عند حده، يعني بقول له لا، المنطقه دي بتاعتي انا، وده اماني وده حمايه ليا، فلو سمحت ما تتعدهوش، ما تتخطاهوش. فور اكزامبل، خلونا ناخد مثال. حد في الشغل مثلا طلب مني اعمل تاسك وده مش اختصاصي. لو انا ما حطيتش حدود من البدايه، لو انا لسه رايحه الشغل وما حطيتش حدود من البدايه انه لا، انا التايتل بتاعي كذا، فمش هعمل حاجه كذا، ولو عملت حاجه كذا هتبقى باكسترا فيز مثلا. وده بيحصل طبعا عندنا في الشغل، ده حاجه جميله يعني بتحصل على طول. بكل احترام، لما حد يجي يطلب مني حاجه زي كده وهي خارج الاختصاص بتاعي، فتو بروتكت ماي سيلف، عشان احمي نفسي واحمي حدودي، هقول لهم معلش انا اسفه، ده مش اختصاصي، انا جايه هنا بشتغل 1 2 3، لو عايزيني اعمل الشغلانه دي بكل احترام وبكل تقدير تقدروني، وهاخد فيز كذا عليها. طبعا هم لما هيلاقوكي بتتكلمي كده مش هيدوكي التاسك اصلا، لان هيعرفوا انه لا، احنا مش هنعرف ناخد منها حاجه هي مش عايزه تديها. فانت هنا احترمتي نفسك، احترمتي حدودك، اتكلمتي وما اتكسفتيش، واتكلمتي بأدب وباحترام من غير ما تثيري الجدل او تعملي مشكلة في شغلك الجديد اللي انت لسه رايحه. وبنقيس ده على كل حاجة في حياتنا. طب هل الحدود دي انا بحطها لنفسي ولا بحطها للآخرين؟ لا، انا بحطها لنفسي وبحترم نفسي ليها. احترامي لنفسي هيبقى انعكاس ليا في الناس. عادة البني ادمين ما هم الا مرايات لينا، فلو حد طف قوي مثلا معايا في الشغل او كده، فده بيعكس حاجة اوريدي طف فيا، بس ده جانب تاني هنتكلم فيه في حلقات تانية، مش الحلقة دي. الحلقة دي مخصصة للحدود، وهنا بشكل بسيط تقدروا تعرفوا ايه هي الحدود بتاعتنا. ولو عايزين نتعمق اكتر في حتة الحدود، هنا يجي وقت الكورس هيبقى مفصل، نقدر نعرف ازاي افكر في حدودي واحطها واحط اكزامبلز ليها، انه لما يحصل لي الموقف الفلاني هتصرف بشكل الفلاني، لما يحصل الموقف الفلاني هتصرف بشكل الفلاني. فده بيبدا يبني في العقل اللاواعي، في السب كونشس بتاعنا، اوتوماتيك بقى ان هو هيبقى خلاص الحدود دي هو عارفها وحافظها، ومفيش حد هيقدر ان هو يتخطاها. ممكن في الاول يبقى عندنا مشكله انه مش عارفين نوصل احنا عايزين ايه، وده طبيعي، مش كل الناس بتعرف توصل، وانا منكم، انا ما كنتش بعرف اوصل وما زلت بشتغل على الجزئيه دي. بس مع الوقت والتمرين والممارسه، واني اكررها دايما لعقلي اللاواعي في المديتيشنز، في اللحظات اللي انا بكون فيها هاديه ورايقه، بيقدر العقل اللاواعي يستقبلها بشكل واضح وصريح ومبسط بسهوله ويسر. ودمتم بصحه وعافيه نفسيه وجسديه، واشوفكم الفيديو اللي جاي.